عايز افكرك ان احنا خلصنا بنود التاسيسات بالكامل، بند المباني والبياض، الكهرباء والسباكه وكمان العزل. باقي بس تاسيس مواسير الفريون بالنسبه للتكييفات، وهنعمل لها سلسله محترمه ان شاء الله نشرحها بالتفصيل. تعال النهارده نتكلم عن بند مهم جدا وهو بند السيراميك او البورسلين، وبيندرج تحت اعمال التكسيات، وهو بند مهم جدا من بنود التشطيبات، وبيعتبر اللمسه الاخيره او الفينش النهائي اللي يبان فيه كل المجهود اللي انت بذلته قبل كده، وفي نفس الوقت بيفضح اي عيوب ومشاكل انت ما قدرتش تلاشاها قبل كده وما استلمتهاش كويس، زي المباني والبياض واعمال الكهرباء وكمان السباكه. كل دي بنود مش هيبان انت عملتها صح ولا الا لما توصل للمرحله دي. لما تبدا في بند السيراميك او البورسلين هتلاقي علاقات مش متركبه صح مع بعضها كويس، هتلاقي عراميس مش مظبوطه، هتشوف حاجه بيسموها ديل سمكه في الارضيات وعلاقتها مش مظبوطه بسبب المباني والمحاره اللي ما اتاكستش كويس وكمان ما اتربعتش كويس، هتشوف فرش باين ملبوح او مشطوب بسبب انك ما عرفتش تزوي الفراغات بتاعتك كويس، هتشوف بانيو متركب في الحمام عندك مقاس التعريض بتاعه من كل جنب مختلف، وهتشوف مسافات مفارقه ما بين البانيو او الشاور وكمان الحيط، هتشوف كوارث فعلا. والغلط هنا غير مقبول وملوش حل غير انك تكسر وتعيد من الاول على حساب بعد ما تظبط المشاكل اللي انت وقعت فيها وما حلتهاش من الاول. فركز كويس جدا وتابع معايا شويه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، وصدقني هتفهم ايه لازمه كل الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده، وهتعرف كمان البند ده تحديدا بيتعمل ازاي وايه مشاكله وايه عيوبه، وهقول لك ازاي الصنايعي ما يضحكش عليك وما يجرحلكش السيراميك او البورسلين وهو بيركب اللي انت جايبه برقم ودافع فيه دم قلب، وهتعرف كمان تستلم ازاي وتتلاشى كل العيوب اثناء التركيب زي التطبيل والفرقعه والطقطقه وبعض العيوب المتعلقه بمعامل التمدد الحراري اللي موجوده في البورسلين. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.